اليوم جبت لكم كيكات البرتقال بدقيق الذره، كتجي زوينه وهشيشه بزاف وكذلك صحيه ومفيده للناس اللي كيعانوا عندهم حساسيه من الدقيق الابيض. على بركه الله. عندنا قبيصه ديال الخميره، وتنأكد لكم ديما على الخميره المعجونه، كتجي زوينه في الكيك. غير في الكيك بالنسبه للجينواز والرولي لا. وجوج بيضات، عندنا كاس ديال العنبه صغير ديال اتاي ديال سنيده، كنخلطوهم مزيان. كنحتاجوش كاع الطراب اليدوي في هذه الكيكه. كنضيفوا عصير البرتقال نفس الكاس، كنعبروا به جميع المكونات ديالنا. وعندنا كاس ديال اللبن نفس العبار، ونفس الكاس كنعبروا به جميع المكونات ديالنا. نفس الكاس ديال العنبه، كنضيفوا الزيت كما قلت لكم نفس العبار نفس الكاس كنعبروا به جميع المكونات. قشور ديال البرتقاله كامل كنديروا غير داك الفوقاني، مكنوصلوش داك البيض حيت تيجي مر. باش خلطنا جميع المكونات كنضيفوا 2 كيسان ديال العنبه ديال دقيق الذره. كتجي زوينه وكتجي هشيشه حتى في المذاق، كتجي بنينه بزاف. كنزيدوا الكاس الثاني، كنزيدوا 2 اكياس ديال الخميره. وعندنا هنايا معلقه ديال الخل كنضيفوها في الاخير، كتحيد لينا داك الزفوريه ديال البيض. واخا كيبان لكم هكا الخليط جاري، راه كتجمع ملي كطيب، متخافوش منه. نحطو جميع العناصر، كنجيبو مول دهناه قبل بالزيت، درنا ليه الدقيق ديال الذره، يمكن دير لكم الدقيق الابيض. هنا عندنا المول اللي دهناه، درنا الدقيق ديال الذره. كتبان لكم جايه ولكن راه كما قلت لكم راه كطيب، متخافوش منها. وندخلها للفران، نشعلي ليه الفوق لتحت على درجه 200. بالنسبه حتى للفران عادي نشعلو ليها الفوق لتحت باش تنفخ معاكم. ندخلوها للفران ان شاء الله. في هاد الاثناء الكيك ديالنا كيطيب، غنوجدوا واحد لاصوص اللي غنزينوا بها الكيكه. عندنا كاس ديال البرتقال ديال عصير البرتقال، ومعلقه ديال الكريم باتيسري ديال البودره، ومعلقه كبيره ديال السنيده. حتى بودره ديال الكريم باتيسري معلقه كبيره.
غنخلطوهم وغنديرهم فوق النار يطيبوا معنا ونرجع معكم. الكيك ديالنا من بعد ما خرج من الفران غنسقيوه كاس ديال عصير البرتقال محدو باقا سخونه. خليوها حتى تبرد ونزينوها بداك لاصوص اللي صيبنا ديال عصير البرتقال. وهنايا الكيك ديالنا فاش تشرب عصير البرتقال قلبناه في صحن التقديم وغنديرو فوقو هاد لاصوص ديال عصير البرتقال اللي بمعلقه ديال الكريم باتيسري معلقه ديال السنيده. انا غنضيفو ليها واحد الشريحه ديال الليمون نزينو بها الكيكه ديالنا. الورقه ديال النعناع. كانت هذه هي الكيكه ديالنا ديال دقيق الذره والبرتقال. صدقوني كتجي بنينه وهشيشه في نفس الوقت. وانا غنضيفو ليها واحد الشريحه ديال الليمون نزينو بها الكيكه ديالنا. الورقه ديال النعناع. كانت هذه هي الكيكه ديالنا ديال دقيق الذره والبرتقال. صدقوني كتجي بنينه وهشيشه في نفس الوقت. ومادام وصلتوا للفيديو تاعنا هنا نتمنى تشاركوا في مطبخ سهل وبسيط كل اسبوع وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. كان هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا كتجي هشيشه. الى اللقاء في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله.